ازيكم عاملين ايه؟ النهارده بقى هنعمل رز بلبن بطريقه سهله وبسيطه. جربوا طريقتي في الرز بلبن وبجد هتدعوا لي. تعالى بقى اقول لكم كده المقادير. انا معايا كوبايه ونص من الرز، معلقتين كبار من القشطه، 3 معالق كبار من النشا، كيلو ونص حليب او لبن، كوبايه سكر، معلقتين كبار من الكريم شانتيه، ورشه فانيليا، وكمان معايا 4 معالق كبار من اللبن البودره. هجيب بقى كده حله على النار، وهجيب اللبن البودر، هقلبه في ميه. يعني هحط كده 4 معالق، ال4 معالق من الحليب البودر، هقلب عليه زي كوبايتين كده كبار من الميه. هقلبهم فيه كويس قوي كده على البارد لحد ما اللبن يدوب خالص. انا ممكن تكون طريقتي مختلفه شويه في الرز بلبن، بس جربوها والله هتدعوا لي. هيطلع احلى من اللي بتشتريه من بره مليون مره، ويعني جربوه واكتبوا لي في الكومنتات. جبت كده كوبايتين كبار من الميه، قلبت فيهم كده الحليب، وهنزل الاول في الحله. هنزل بالرز الاول، كوبايه ونص من الرز المغسول. هنزل كده في الحله، وهنزل عليه باللبن لبن البودر اللي قلبته في ميه، وهسيبه كده يبدأ يغلي كده بس. وبعد كده هوطي عليه النار خالص، وهسيبه وهسيبه كده لحد ما يبدأ يستوي على نار هادية. انا عايزه اسويه كويس قوي في اللبن، عايزه الرز ده كله يستوي ويتشرب وهو جوه اللبن. هقلبه بقى كده، واول ما يغلي هوريه لكم، بعدين هنوطي عليه. كده خلاص بدأ يغلي، انا هوطي بقى عليه واسيبه يستوي على مهله خالص، على نار هاديه خالص. انا عايزه النار تبقى هاديه عشان يستوي ويشرب من اللبن كويس قوي. كده بقى خلاص، كنت سبته اخد وقته واستوى اهو زي ما انتم شايفين. ولسه برضو في لبن، ما تشربش اللبن كله، بس كده هو خلاص دخل في السوا. نبدأ بقى نشوف بقية الطريقة. هجيب بقى كده الحليب كيلو ونص. انا يعتبر عامله 2 كيلو، بس ما حدش يقول لي الرز كتير. انا يعتبر عامله 2 كيلو لبن، بس كيلو ونص لبن، والباقي زودت الميه على اللبن البودر. سبت كده حبه لبن على جنب عشان اقلب فيهم النشا. هنزل بقى بالسكر، كوبايه من السكر او حسب الرغبه، يعني انت لو عايزه اكتر تزودي عادي. وهقلبه كده دوب السكر كويس. ممكن تعوزي سكر اكتر وممكن اقل حسب ما انتوا بتحبوا الحاجه سكرها عامل ازاي. هنزل بقى كده بباقي المكونات. اجيب بس الاول اللبن، قلبت فيه 3 معالق كبار نشا، وهنزل بيها عليه بعد ما طبعا كان سخن، وكان لسه معلش بس كان بدأ يسخن كده. وهقلبه كويس، وهنزل بقى بالكريم شانتيه. ممكن تقلبيه بره مع النشا على البارد، بس انا نزلت بيه عادي وهيدوب، مش هيكلكع ولا اي حاجه. وهنزل كمان بالفانيليا، وبعدين هبدأ اقلبه كويس لحد ما عايزاه يبدأ بقى يغلي. اول ما يبدأ يغلي كده ويبدأ يتقل معايا، هنزل بمعلقتين الكبار من القشطه اهو زي ما انتم شايفين. دي قشطه وش اللبن، انا بحوشها يعني وبشيلها في الفريزر عادي. هنزل بقى كده بيها، وهبدا بقى اقلب كده في الرز بلبن. خلاص هيبدا يتقل ويبدا يدخل في الغليان. وضفت كمان الفانيليا، وبعد كده هطفي عليه واسيبه يبرد شويه. مش هسيبه يبرد خالص طبعا، سيبه بس كده، وهبدا يعني انا احطه في الاطباق اهو كده. هو خلاص بدا يتقل، خلاص بقى كده كان تقل وانا كنت طفيت عليه. هبدا بقى احطه كده هبدا بقى كده احطه في الاطباق، في الكاسات. وجربوا بقى الطريقه دي. ولو انت اتفرجتي على هنا من الفيديو، تشتركي في القناه وتفعلي زر الجرس عشان كل ما انزل فيديو جديد يوصلك، وتعملي لايك في الفيديو اذا عجبك. وهستناكم كده تكتبوا لي كومنتات ورايكم في الطريقه دي، وجربوها وقولوا لي. وهسيبكم بقى كده في طريقه التقديم، وان شاء الله يكون الفيديو عجبكم واستفدتوا منه باي حاجه. مع السلامه حبايبي، في حفظ الله.